سؤال جالي على جروب العيال وسنينهم. ابني 4 سنين ونص. قال لي النهاردة الميس ضربتني عشان اتلكعت في الكتابة، وشدتني من وداني عشان اتأخرت وانا بقفل الشنطة، وانا الموضوع زعلني. اه طبعا لازم يزعلك، هو اذا كان زعلني انا شخصيا مش عارفة اروح اتكلم ولا لأ، او لا هتروحي تتكلمي وهقولك تقولي ايه. المشكلة اني عارفة انه بيكتب ببطء فعلا وتركيزه بيبقى صعب معايا في البيت. لا، هو لا تركيزه صعب ولا بيكتب ببطء. تمام. الكلام ده يتقال على حد في اعدادي مثلا او 6 ابتدائي، انما سن 4 سنين هو طبيعي ما عندوش تركيز عشان يبقى صعب ولا سهل. وطبيعي جدا لازم يكتب ببطء، لانه مش المفروض يكتب دلوقتي، انتوا بادئين معاه سنة بدري. هو المفروض يكتب من سن 5 سنين ونص او كده، انما سن 4 سنين ونص ده ابعدوا عنه خالص في الكتابة. تمام. هو يرسم، يشخبط ماشي، انما يكتب يعني ازاي يعني؟ لا، والمصيبة ان لو قلتوله خطك حلو او وحش، لا هنا يعني احنا بنتعامل كده مع حد اعدادي، مش 4 ونص خالص. ده مش سن اطفال نعمل معاهم كده. تمام. ففي البيت فحسي بيها، انتي تحسي بالمعلمة، لا انتي فاهمة غلط. المعلمة هي اللي لازم تحسي بيكي. السبب المعلمة المفروض متخرجة من كلية طفولة مبكرة، المفروض انها عارفة ازاي تتعامل مع السن ده، لانها اشتغلت ورضيت لنفسها الشغلانة دي، فلازم تكون عارفة على الاقل معلومات عنها، عن الشغلانة اللي بتشتغلها. المفروض انها عارفة ان دول امانة في رقبتها، ربنا هيحاسبها عليهم، فلازم تخاف عليهم زي ولادها بالظبط. تمام. فانت اللي هي المفروض اللي تديكي نصايح في التعامل مع الاطفال، مش انت اللي تحسي بيها. حضرتك انت فاهمه غلط. المعلمه بتتعامل مع ابنك غلط، والمفروض تتعامل صح، والمفروض تعلمك ازاي تعاملي الطفل صح، بس الوضع انعكس تماما، فالمعلمه بتتعامل مع الطفل غلط جدا. تمام. بس برضه هو قال لي ارجع واقول، بس برضه هو قال لي ولو فكرت بالمبدأ ده فهسيبه بقى، كل ما حد يضربه هقول عشان هو بيغلب. اه لا حضرتك، هو ما حدش يضربه اصلا. مين ده اللي يضربه؟ مين ده اللي يضرب ابنك حضرتك؟ ابنك امانة في رقبة المدرسين اللي بيدرسوا له، فما ينفعش اصلا حد يضربه. انتي مديهولهم امانة، هيضربوه ليه؟ تمام. فقلت له بص، هتفق معاك اتفاق، اكتب بسرعه بسرعه وانا اوعدك الميس مش هتضربك. لا حضرتك ما توعديهوش ان الميس مش هتضربه، لانها مش لازم تضربه. احنا مش بنأسس في دماغ الطفل فكره الغلط اللي هو ايه. الغلط عندك انت، لا حضرتك، هو مش الغلط عنده هو. وكمان في حاجه مهمه جدا، كلمه بيتلكع وكلمه انا بطيء في قفل الشنطه، الكلام ده الكبار هم اللي حطوه في دماغ الطفل، وهو كلام غلط اصلا. يعني انتوا ازاي تقنعوا الطفل انه بيتلكع؟ طبعا اللفظ ده ما يتقالش من طفل في السن ده. امال ده ايه؟ ده تقليد للي اتقال له في ودنه، فهو بالتالي بيطلعه على لسانه، وهو اصلا مش فاهم يعني ايه بتلكع، او فاهم وانتوا اللي اقنعتوه بكده، وده غلط. ازاي تقنعوا طفل ان هو بيتلكع وده سنه 4 ونص حبيبتي؟ هي سرعته كده، انت فاهمه غلط، هي سرعته كده، ما يقدرش يسرع قوي. تمام. ليه؟ علشان لو سرع قوي هيغلط كتير، فبالتالي انتوا هتعاقبوه على انه بيغلط. تمام. اوعدك ان الميس مش هتضربك، لا حضرتك انت تروحي للميس وتقولي له قدامها ان الميس حبيبتك وزي ماما هنا ومش هتضربك، قولا واحدا. مفيش حاجة اسمها اوعدك انها مش هتضربك، لا حضرتك تتدخلي وتروحي له الفصل وتطمنيه ان الميس مش هتضربه تاني، ومفيش حاجة اسمها تمسك ودانه. تمام. ده مش قليل الادب، ولا بيضرب زمايله، ولا بيعمل حاجه. لا احنا الليفل عالي قوي. يعني انا بقول للمعلمات ما تضربوش، او الام ما تضربوش في حاله الايذاء. ليه؟ الضرب بيزود الايذاء، بيزود ان الطفل يهايبر زياده فيضرب زمايله زياده. فما تضربيش عشان هو ما يضربش. لا احنا الليفل عالي، احنا بنضرب من غير ما الطفل ما يأذي، بنضرب من غير ما الطفل ما يقل ادبه، بنضرب من غير ما الطفل ما يشتم. اللي هو انتوا عارفين بتعملوا ايه في الطفل كده؟ بتحولوه لشخصيه انسحابيه، ما عندوش شخصيه، بتمسحوا شخصيته. تمام. آم، انت ناويه احفزه، فمش عارفه اروح اتكلم. تحفزيه على ايه؟ بس نحدد، تحفزيه على ايه؟ تمام. بصي يا حبيبتي، انا علشان الاول قبل ما احفز الطفل على حاجه، لازم الاول اعرف هو بيعرف يعملها ولا لا. لازم اعرف هي من سنه ولا مش من سنه. الكتابه مش من سن الطفل دلوقتي. تمام. امال من سن 5 سنين 6.
أمال دلوقتي إيه؟ دلوقتي المفروض يحفظ الحروف شفوي، يغني مع أصحابه أناشيد، يركّز في شكل الحرف، يرسمه على الرملة، يرسمه بقلم على السبورة، يرسمه على الطينة، يعمله في العجينة، يعمله بالصلصال، إنما ما يكتبش. ده مش سِن كتابة. وطبعًا اللي متخرّجين من طفولة مبكرة المفروض فاهمين الكلام ده، وأنا ما أعرفش المُعلِّمة متخرّجة من طفولة مبكرة والّا مش متخرّجة. ولو متخرّجة من طفولة مبكرة تبقى المصيبة أعظم، لإن هي المفروض فاهمة وبتتعامل مع الأطفال غلط، تمام؟ فلا تحفّزيه ولا تعملي معاه أي حاجة خالص، وما فيش واجبات في البيت. المُعلِّمة مش عارفة تدرّس للولد في الفصل، مش هتحمّلِك أنتِ مسؤولية المصيبة اللي بتعملها في الفصل، وتيجي عليكِ وتخلّيكِ تدرّسي له بالعافية وهي بتقبض فلوسها على الجاهز. تراعي ضميرها شوية، تمام، تدرّس له في الفصل، بحيث إن هو لمّا يرجع البيت يبقى فاهم الدرس، مش محتاج ماما أصلًا تعمل معاه واجبات، مش كده؟ ده المفروض يحصل، هو ده المفروض يحصل. أنتِ بتدفعي فلوس في حضانة أو في مدرسة علشان يرجّعوه لِك متعلّم. حضرتِك عايزة توفّري فلوس الحضانة والمدرسة، علّميه أنتِ في البيت. لكن لو ما بتعلّميهوش في البيت بتدفعي فلوس في تعليمه، يبقى أنتِ ما بتاخديش خدمة صح في مقابل هذه الفلوس اللي بتدفعيها، تمام؟ فاختاري حاجة من الاتنين، يا يعلّموه صح وتعليمه كُلّه عليهم في المدرسة وبدون ضرب ولا شَد ودن ولا تكدير للطفل، يتعاملوا معاه صح، تمام؟ يا إما حضرتِك اللي تعلّميه في البيت وتوفّري فلوسِك وتسجّليه في أي مدرسة حكومة وخلصنا. ما في كده وفي كده، في home schooling وفي باعلّم الطفل في مدرسة، تمام؟ إنّما مش الاتنين، مش أخسر فلوسي كلّها وأدفع له في حضانة كويسة وبتاع والمفروض هم اللي يعلّموه وأنا في الآخر اللي باعلّمه بالواجبات. ده اللي هو إيه، يعني أنا بيستعبطوا علينا والّا إيه؟ مش فاهمة أنا. وما يشدّهوش من ودانه حبيبتي، ما يشدّهوش من ودانه، ويتأخّر براحته في قفل الشنطة. لو هي المُعلِّمة مش عارفة تتعامل مع طفل بطيء، فالأفضل إنها تقعد في البيت، ما تشتغلش مُعلِّمة ولا تأذي ولاد الناس اللي هم أمانة في رقبتها.